يعني واحد زي اشرف بن شرقي اللي كان افضل اللي موجودين سواء على صعيد الاجنحه تريزيجيه او جراديشار او والله احمد السيد زيزو كمان، كان افضل واحد فيهم، ومع ذلك كان اول تغيير خروج اشرف بن شرقي، اللعيب اللي كان يقدر يحل لك لغز التكتل والاتوبيس اللي رصه رضا عبد العال ورا في تلت ملعبه. عمر كمال اللي كان فتح خط الملعب في الشوط الاول وعامل جبهه متميزه مع تريزيجيه وزيزو في الشوط الاول نوعا ما، خرج عمر كمال عشان مين؟ خرج عشان كوكا ينزل ناحيه الشمال ويجي كريم فؤاد ناحيه اليمين. طب لما نيجي نبص للتغييره دي ونشوف ان كوكا يجي ناحيه الشمال، هل ايه اللي هيقدمه كوكا ناحيه الشمال؟ هل كوكا ناحيه الشمال كان حلو في يوم من الايام؟ ما كانش حلو والله خالص في يوم من الايام، في اي يوم كوكا ما كانش حلو ناحيه الشمال. كوكا ممكن يبقى حلو في نص الملعب. طيب انت كراجل متعادل محتاج كوكا ناحيه الشمال تعمل بيه ايه؟ طب محتاج كريم فؤاد ناحيه اليمين تعمل بيه ايه؟ طب ما عمر كمال كان مأدي لك وفاتح لك جبهه هجوميه. يمكن مشاكل عمر كمال في التغطيه الدفاعيه، الراجل على المستوى الهجومي وصل، كان واقف، الراجل كان واقف عند الخط وبتلعب له كور كروس باص تقريبا جوه منطقه الجزاء في الشوط الاول. فانت كان مشكلتك ايه في عمر جمال هجوميا؟ كان مشكلتك ايه؟ الراجل كان مأدي شوط اول هجوميا ممتاز، خرجته ولعبت كوكا باك شمال وجبت كريم فؤاد باك يمين. عدم الشغل الهجومي من ناحيه كوكا في الباك ليفت، مفيش اي تقدم خالص، ما شفناش كوكا خالص بيتقدم ولا مره بالكوره. طيب ابقيت على جراديشار لحد الدقيقه تقريبا 75 او اكتر تقريبا على حد ذاكرتي. ما عنديش مشكله في انك تبقى على جراديشار. جراديشار كان بيلعب كويس قوي مع المجموعه، يمكن في تحركاته ما كانش احسن حاجه او مش متحرك عشان يخلق فرص زي شريف بنفس الكفاءه، ولكن انا النهارده في الدقيقه 75 ولا 80 وعندي مهاجم والمفروض ان انا بلعب على الثلاث نقط وان انا نادي اهلي. هل من المنطق ان انا، او ليه بلاش من المنطق، او ليه بدل ما انزل محمد شريف مكان جراديشار ما انزل محمد شريف والعبه جنب جراديشار، على الاقل احاول افك لغز الدفاع المتكتل ورا او العب على الكروس باص في منطقه الجزاء. لكن لا شفنا كروس باص ولا شفنا جمل بتتلعب، لان اصلا ارضيه الملعب سيئه.